أما السائل يا شيخ يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ وفقكم الله. سؤال عن صلاة التراويح. ورد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى 3 أو 4 مرات فقط في المسجد بما معناه، هذا ما قاله السائل. والحديث ورد في البخاري حديث رقم 1129. فسؤاله على الشكل الآتي: هل واجب صلاة رمضان كاملة في المسجد على التراويح أقصد يا شيخ، أم أكتفي في 3 أو 4 مرات وباقي الشهر أصليه في المنزل؟ وفقكم الله. وفقك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أولا كلمة هل يجب أو لا يجب، صلاة التراويح نافلة. صلاة التراويح نافلة، لأن النبي عليه السلام لما سئل ماذا فرض الله عليه من الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فصلاة التراويح نافلة، هذا ابتداء. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلى بعض الليالي في المسجد، أعني ما يسميه ناس تراويح، صلاة الليل، ولكنه اعتذر عن ذلك لا لشيء إلا لقوله إني كرهت أو خشيت أن تفرض عليكم، فترك الرسول لها في المسجد خشية أن تفرض. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انقطعت هذه الخشية. ولأن أبا بكر رضي الله عنه كان مشغولا بحروب الردة وقتال المرتدين وغير ذلك وقتال منيع الزكاة وغير هؤلاء، انشغل كثيرا عن هذا. فجاء زمن عمر، وأنه رأى الناس يصلون عزيين يعني متفرقين، فقال لو اجتمعوا فاجتمعوا، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فالشاهد من ذلك أن صلاتها في المسجد في جماعة فيها أجر، لأن النبي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهمت؟ بارك الله فيكم يا شيخ، وفيك. فهمت وسأصل الإجابة إن شاء الله. تفضل.